نكمل مع حضراتكم فقرات صباح الخير يا مصر، ووصلنا لفقرة الصحافة التحليلية اللي بيشرفنا بوجودها فيها الأستاذة الكاتبة الصحفية فاطمة نوعود. صباح الخير أستاذة فاطمة، منورانا في صباح الخير يا مصر. خلينا نبدأ مع حضرتك بجريدة الأخبار من صفحة 10 في أولى قضايا أرض الطيارين، براءة شفيق وعلاء وجمال مبارك. محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها في أولى قضايا أراضي الطيارين والإضرار بالمال العام بمشروع كبريت بأرض البحيرات المرة بما يبلغ 27 مليون جنيه، كان متهم فيها الفريق أحمد شفيق ونجلي الرئيس السابق مبارك وآخرين. وقضت المحكمة من قضاء الدعوة الجنائية لمضي المدة لكل من نبيل شكري ومحمد رضا، وبراءة كل من أحمد شفيق وعلاء وجمال مبارك. والمحامي فريد أديب أكد أن القضية كانت ملفقة تماما ولا يوجد أوراق تثبت إدانة جمال وعلاء، ونقام بتقديم الأدلة والأوراق التي تثبت براءتهما وأنهما تنازلا عن الأرض لإثبات حسن النية. تعليق حضرتك على هذا؟ طبعا بداية لا تعليق على أحكام القضاء، والقضاء المصري معروف بنزاهته وحنكته وكذا، وهو من أرقى أقلام القضاء في العالم. دي البداية. الحاجة الثانية أن القاضي يتعامل مع أوراق وإيفيدنسز أو أدلة ومستندات وكذا وكذا، زي ما احنا شفنا ان في حاجات بتبقى احيانا حتى لو القضيه باديه للاعين انها فيها ادانه او ما فيهاش ادانه، انت بتتعامل مع اوراق ودلائل وادله وكذا، فاحيانا تغيب الادله واحيانا لا. بالنسبه للقضيه دي تحديدا احنا سمعنا الكلام يعني مش عارفه اقول يسمى الخالي من المنطق اللي قاله مرسي عن هذه القضيه تحديدا، وسمعنا رد الفريق احمد شفيق عليه رد علمي. أنا لا أحابي أحدا على حساب أحد، أنا كلاهما بالنسبة لي شخصان مصريان. يعني مرسي طبعا أنا اختصمته بشكل واضح لأنه خرب في مصر، والأيام عمالة تثبت قد إيه هو كان عدو لمصر، ولكن أنا بتكلم على الجزئية دي علميا، أنه شخص لا يعلم في قصة الطيران ولا قصة الكذا، وقعد يقول أرقام عن الطيارات بأرقام غريبة جدا، باعتباره عالما أن سعر الطيارة كان كذا وكذا، في حين جاء الفريق شفيق ساعتها اتكلم كلام علمي، كلام بأرقام، كلام شوية لأنه دارس. فطبعا يعني كل دي حاجات ممكن تشير انها كانت قضيه ملفقه او كذا، ما دام القضاء قال ده فلا تعليق. طيب اذا اتى اي من احكام هذه يعني القضائيه فيما بعد فيما يخص قضايا تنظيم الاخوان، حضرتك شايفه انه ممكن لاي مدى يعني الراي العام بقى يتقبل ده ازاي؟ يتقبل يعني اذا برضو في اي من القضايا، مش بالضروره كل القضايا بالتاكيد، اذا اي من القضايا اللي هتنظر القضاء بر عناصر اخوانيه كانت اتهمت في احداث شغب وكذا وكذا وبرأها، وادان عناصر اخرى. يعني عايزه اقول ان يعني احنا مش يعني انا شخصيا لا اتحيز لانسان على حساب انسان. القضاء هو القضاء. القضاء هو ماعة العمياء أو مش العمياء، معصوبة العينين، ربة العدل في الميثولوجي المصري القديم، التي لا ترى من أمامها ولكنها ترى المبادئ وترى القانون وترى كذا. طب ومن يتهم القضاء أحيانا بأن أحكامه مسيسة، حضرتك بتردي على ده إزاي؟ لا أستطيع أن أتهم بهذا، وإلا يعني أصل هو حصل حاجات يعني. طيب يعني إذا اتكلمنا بقى في فكرة إزراء الأديان مثلا، هقول إن دميانة خدت كام مش عارفه 20 سنه ولا ايه، ودفعت 100,000 جنيه عشان اتهامها بازراء الاسلام، وابو اسلام خد 5 سنوات فقط بدون ان يغرم مالا لازرائه المسيحيه. يبقى هل في هنا بالعكس؟ انا يعني خلاص هكذا ارتأى القاضي في هذه اللحظه. هذا هناك قاضيان، قاضي لهذه قاضي لدميانة شابة، وقاضي انت ما بتعمليش مع قاضي واحد يتعامل مع قضيتين متنافرتين، واحدها مثلا عكس الثانيه، واحد يمين واحد يسار، او واحد مسلم واحد مسيحي، فتقولي انه يحابي. هناك قاضيان بعقلين مختلفين، برؤيتين مختلفتين، بمجموعه من الادله مختلفه. فانت اذا هتحكمي على حاجه بالسلب او تسيسي حكما ما، لابد ان تري الاخر باي نفس العين. فاما ان تقبلي، هي تيكت اور ليف ات، هي باكج واحده، يعني اقبلي القضاء
ارسطو سقراط حينما حكم عليه بالاعدام ظلما في اثينا القديمه، وتلامذته قالوا له نحن هنهربك، قال لهم لا، كي لا يشيع عدم احترام القانون. هو يعلم ان الحكم جائر وظالم، ان هو اتهموه بالزندقه وكذا، وكان فيلسوفا كبيرا ابو الفلاسفه يعني، ولكنه كان يعلم ان الحكم ظالم، ورفض ان يهرب. ليه؟ وتجرع سم الشكران ومات، لانه يريد ان يطبق دوله القانون. وهي الفتنه التي حاول بالمناسبه تنظيم الاخوان يعني قبل الاطاحه به في 30 يونيو الزج بالقضاه في معترك المعارك السياسيه بالزبط. وعدم احترام الاحكام القضائيه، ولكنهم يحترمونها في اوقات اخرى. هي دي النقطه، الكيل بالمكيال. عشان كده انا بقول لك، انا كواحدة ليبرال، كواحدة أحلم بقوة بدولة العدالة ودولة القانون، أقبل ما لي وما علي، حتى ولو ظننت أن، أو يعني حتى لو شايفة أن الحكم اللي جاي الحاجة تخصني أنا غير مرضي 100%، هناك أحكام أخرى. يعني ما ينفعش أن أنا أشوف بعين عدم الحياد أن هذا الحكم لا يرضيني يبقى القضاء وحش، لكن في حكم تاني take it or leave it, it's one package. يا إما تقبل القضاء وتقبل احترام دولة القانون، أو ترفضها تماما وتبقى منشق وتبقى خائن لمصر وكذا وكذا. يعني أنا لا أقبل إهانة القضاء، لأنه القضاء والجيش هما الخطين الحمر، مش بالمعنى أنهم غير قابلين للنقد، ولكنهم كرامة الدولة. كرامة الدولة، العقل الذي يحكم بينك والعقل الذي يحميك ويقف على الجبهة ويزود عن شرفك وشرف بلدك يعني. طيب، خبر بقى برضو في الأخبار يمكن استمرارا لكلام حضرتك عن القضاء، حفظ التحقيقات في اتهام رئيس نادي القضاء بالاستيلاء على 462 فدان بمطروح. قرر المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع فساد وزارة الزراعة والاستيلاء على أراضي الدولة حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء، وصهر المتهمين بالحصول على 264 فدان في مدينة الحمام بمرسى مطروح بعد استبعاد الشبهة الجنائية وانهيار أركان جريمتي استغلال النفوذ والإضرار العمدي بالمال العام. نفس الشيء، يعني يبقى في برضو أدلة منقوصة، يبقى في كذا. يعني هل مسببة حفظ التحقيق مسبب له أسباب معينة؟ هو قال استبعاد الشبهة الجنائية وانهيار أركان جريمتي استغلال النفوذ والإضرار العمدي بالمال العام. ممكن يكون خبر منقوص، إن في فعلا إيفيدنس ناقصة، في أدلة ناقصة. القاضي زي ما أنا كما أعلم، طبعا أنا لست أهل علم، أنا مش دارسة قانون، ولكن لا ما أعلمه من قراءاتي أنها قضية لازم تكون يعني مكتملة الأركان. يعني في عنده دلائل ضد أو دلائل دفاع أو كذا أو كذا، هو ينظر إلى الأوراق بلايندلي بعماء. نروح لجورنال الأهرام، خبر عن الدمج بين الأحزاب كبداية لدخول الانتخابات القادمة، اندماج المصريين الأحرار والجبهة الديمقراطية رسميا، والكيان الجديد يسعى لزعامة الأغلبية. الغزالي رئيسا لمجلس الأمناء خلفا للسلماوي، والحزب يستقبل تيار الاستقلال بنقابة الأطباء. من المقرر أن يعلن أحمد سعيد رئيس المصريين الأحرار وأسامة الغزالي حرب رئيس الجبهة الديمقراطية رؤية الكيان الجديد وخطواته القادمة بشأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية وملامح التحرك السياسي للتيار المدني بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. برأي حضرتك يعني هل من الممكن فعلا دمج الأحزاب، مش بدورها حتى في كيان واحد كبير، ولكن حتى يبقى في أقطاب حزبية من الممكن هي فعلا يعني تحافظ على الأصوات الناخبين وما تؤديش إلى تفتيت هذه الأصوات طبعا في مواجهة الكتلة في حال قرر أي من تنظيم الإخوان أو من التيارات الأخرى الاشتراك في الانتخابات؟ طبعا هو دلوقتي دي مرحلة تدارك الأخطاء التي وقعنا فيها بعد الثورة مباشرة، وهي تفتت أصوات الناخبين بين حتى على مستوى الرئاسة، مش بس في البرلمانات، في البرلمان بغرفتيه يعني أو غرفة الواحدة، ولكن على مستوى الانتخاب الرئاسي كان هناك يعني تشتت جامد جدا بين الأصوات الليبرالية واليسارية أو التيار المدني بشكل عام، إذا هنحطه يعني في حزبة واحدة، مقابل التيارات الدينية التي نرفضها. الدينية، ما بقولش الإسلامية، يعني احنا بنرفض الأحزاب القائمة على أساس ديني. يعني أنا في لحظة من اللحظات لما كنا بالنادي بسن قانون منع أو حظر إقامة أحزاب على أساس ديني، قلت يا رب يا ريت يكون المسيحيين عملوا حزب الإخوان المسيحيين مثلا عشان نهاجمه.
عشان نهاجمه، عشان يتشال من ذهنهم، من ذهن المتطرفين اننا نرفض الحزب الاسلامي، نحن نرفض الحزب الديني، لانه الاحزاب التي دمرت اوروبا في القرون الوسطى كانت احزاب كاثوليكيه ودمرت اوروبا ايضا. فنحن نرفض الاحزاب الدينيه القائمه على اساس ديني، مسيحيا كان، اسلاميا كان، بوذيا كان، يهوديا كان، وات ايفر. فهذا التيارات التي تشتتت امام الناخب هي اللي اودت بنا الى التهلكه يعني. ولكن الان لا اعتبرها تهلكه، اعتبرها درسا قاسيا كان لابد ان نمر به كي نفهم طبيعه المجتمع الاثني، او اللي هو المجتمع القائم على الواحديه الدينيه او الاستقطاب الديني. جربنا هذا وجربها المواطن البسيط وعانى منها المصريون جميعا. يعني انا سعيده بس التجربه جديده. حضرتك تتصوري انه ممكن فعلا تنجح في هذه الدوره البرلمانيه، ولا من الممكن تجميع يعني الاحزاب دمج الاحزاب؟ بالظبط. لا، فكره ان الناس تقف وراء حزب او كيان حزبي، خصوصا حضرتك عارفه ان هي احزاب في النهايه وليده وملهاش كمان، حتى منها من كان منها ذو تاريخ عريق فقد اتصاله بالظبط، فقد اتصاله بالمجتمع المصري والحياه المصريه. انا شايفه انه يمكن يعني بعد الدوره البرلمانيه دي تقدر تشتغل، فبعد دوله برلمانيه قادمه ربما تكون افضل حالا. طبعا قبل الثوره كانت الاحزاب هشه جدا، كنا حتى بنسميها الفولكلور، بنسميها احزاب كرتونيه وملهاش قوام وكذا. حتى الاحزاب التي يعني حفرت في ارض الطمي المصري اللي هي زي التجمع الى اخره، والتي يعني الاحزاب العريقه زي الوفد فقدت مصداقيتها عند الناس او فقدت تواصلها المباشر والحميم مع الناس. لكن بعد الثوره تكونت كيانات كثيره او احزاب كثيره وكلها تقريبا لها برنامج واحد. يعني احزاب كثيره ذات رؤيه ليبراليه، احزاب كثيره ذات رؤيه يساريه، او احزاب مدنيه. انا مبسوطه بفكره الدمج الان كي تتوحد امام المواطن العادي، المواطن اللي مش عايز يندرج في السياسه، يبقى عارف ان في جبهه، هذه جبهه مدنيه ترى او تنتصر للمجتمع المدني، مجتمع دوله القانون والعداله والانسانيه وحريه الانسان بالمعاني السماويه كما نزلت في الكتب السماويه، والمعاني الانسانيه كما شرعت من شريعه حمورابي وماجنا كارتا حتى حقوق الانسان، وثيقه حقوق الانسان. فالمواطن يبقى قدامه الخيار واضح، عايز تختار ديني ما بقولش اسلامي، ديني يعني احادي بمناسبه الديني دي بس علشان مدني، بمناسبه الديني علشان بس يعني حضرتك لو تحطي لي الحد الفاصل الرفيع اللي بيفصل ما بين حزب ديني على اساس ديني او حزب ذو مرجعيه دينيه. شوفي هي كلها لعب، هي السياسه لعب، يعني لعب بالالفاظ والمصطلحات وكذا. لو هو ما يجيب لي حزب الحريه والعداله ويحط لي فيه واحد مسيحي، انا بقى هنسى ان هو حزب ديني، يعني خلاص هعتبره حزب يعني ليبرال وجامع كل الطوائف. طبعا لا، التوجه واضح والتوجه كذا وكذا. ما يجيب لي حزب النور ويحط لي فيه حد ليبرال مثلا، هصدق ان هو. فهي يعني ايه مرجعيه دينيه؟ كل انسان في على وجه الارض 6 مليار وشويه له مرجعيه دينيه ما، صح؟ حتى الملحد، ما هو لا دين يعني ايه؟ يعني لا دين هي زي ما يقول لك درجه الحراره، درجه الحراره ما هي بروده، يعني بيبقى فيها بارد. فانت كونك مؤمن باي حاجه انت لك مرجعيه دينيه ما لك. فاللعب بالالفاظ يعني على الاقل مش هيخيل علينا احنا الشعراء يعني صناع اللغه وكذا. فهي حزب ديني، حزب على مرجعيه دينيه. كلنا، انا كمهندسه معماريه مرجعي ديني ايضا. في النهايه باجي اصمم اي حاجه بتخذ، لما اجي اصمم فندق، اما اجي اصمم بيت شباب، اما اجي اصمم اي حاجه باخد بالي ان يكون مرجعيتي دينيه ايضا. مرجعيتي دينيه اخلاقيه في التصميم، واللي بتعمل في كل مهنه، في كل مهنه حضرتك وكل المهنه في الدنيا لها مرجعيه دينيه. فانا لا اصدق هذه الامور. هو هناك حزب له رؤيه دينيه، يعني انا ارى ديني هو الصح وما عدا خطا. والمسيحي لو عمل كده هيرى ان دينه صح والباقي ما عدا خطا. لذلك الحل هو الارتكاز الى القانون، او الرجوع الى المرجعيه. هي مرجعيه قانونيه، مرجعيه القانونيه والعداله بين الناس. فانا يعني لا ما زلت مصره ان فكره قيام حزب على اساس ديني، خاصه في مجتمعات ملتهبه زي مجتمعاتنا، مجتمعات لسه وعيها بيتشكل
خاصة ان في ردة حصلت. يعني احنا كنا لغاية الستينات وكده كان عندنا وعي ثقافي، حتى رغم الأمية وكده كان عندنا وعي ثقافي وفكري، وعي مجتمعي، وعي مجتمعي، بمعنى ان ما كانش في حاجة اسمها مسلم ومسيحي والكلام ده، والايام اليهود ما كانوا هنا في مصر. لكن جت بعد كده الثقافات التي غزت مصر وعملت لنا، بقيت قسمتنا مسلم ومسيحي وكافر ومؤمن وكذا وكذا. انت في مرحله رده عايزه ترجعي تاني مواطن مصري، فده دي احلامي بالنسبه لمصر. اسمحي لي بس نتوقف استاذه فاطمه لنروح لاستوديو الاخبار، ناخد موجز الاخبار سريعا ونرجع نكمل مع حضرتك. نعود مرة ثانية مشاهدينا الكرام لاستكمال فقرة الصحافة التحليلية مع الكاتبة الصحفية الأستاذة فاطمة نعوت. نطالع من جريدة الجمهورية خبر عن حملة حزب النور لدعم الدستور. حزب النور يدشن حملة نعم للدستور بالإسكندرية. دكتور يونس مخيون بداية الطريق للاستقرار وتفويت الفرصة على الأعداء. أكد دكتور يونس مخيون رئيس حزب النور أن مواد الهوية الإسلامية في الدستور الجديد هي أفضل من دستور 2012 المعطل، مؤكدا أن التصويت بنعم للدستور هو بداية الطريق للاستقرار وتفويت الفرصة على أعداء البلاد الساعين لتقسيم مصر والمنطقة العربية والدخول في الفوضى الخلاقة لتكون إسرائيل هي المسيطرة على الوطن العربي. وياسر برهامي يقول إن الجماعة نقضت العهد ولا نقبل من انكسار القوات المسلحة، وأعلن حزب المصري القوي تحديه لياسر برهامي والاستجابة لطلب عقد أول مناظرة من نوعها حول الدستور المزمع الاستفتاء عليه. حزب النور بالنسبه لي حزب حزب ممتع، او يعني هو الحقيقه انا سميته في مقاله مستر كومبلين، ان هو معترض دائما. فاكره ايام كتابه الدستور كان يعترض على اي حاجه ويهدد بالانسحاب وينسحب ويعترض وكذا. فانا ما كنتش فاهمه يعني ماذا يريد يعني. وحتى كتبت ماذا يريد حزب النور، وقلت ان هو لو ال50 لجنه ال50 كلها من حزب النور ايضا هيعطلوا. هو كان هدفه تعطيل خريطه الطريق. لكن الحقيقه هو عشان طبعا شكرا لكل التصريحات اللي قالها الدكتور مخيون ودكتور ياسر برهامي. انا اول مره في حياتي اشكره وعلها يعني لا تكون الأخيرة. لكن طبعا أنا يعني توجههم أرفضه، لأن أنا عارفة أنه هو توجههم أيضا متطرف وتوجههم شمولي ولا يرون الواقع إلا من خلال عيونهم بس. ودكتور ياسر برهامي مش عايزة أحط شقاقات في هذا الأمر، ولكن يعني يعود إليه يعني أسباب كثيرة من الشقاقات اللي حصلت بين المسلمين والمسيحيين. لا أنسى أنه أعلن أنني أبغضهم وكذا وكذا. نرجو أن تنتهي هذه الصفحة، أتمنى أن تطوى هذه الصفحة، صفحة المسلم والمسيحي والمسلم وغير المسلم إلى آخره. نرجو أن دي تكون بداية ائتلاف جديدة. كل المصريين مش معناه الهوية المصرية، مصريين يعني الذين يدينون بالولاء لمصر ويحبون مصر ويسعون إلى أن تكتمل هذه المرحلة العسرة وننتقل من هذه الخطوة، خطوة خريطة الطريق، أن نمضي فيها ولو خطوة ونتجاوز المرحلة اللي احنا فيها دي. فأرجو أن دي تكون بداية جديدة لأن يضع كل مصري في يده في يد المصري الآخر، وننبذ الشقاق وننبذ فكرة الطائفية وكذا. أنا برجو ده من حزب النور رغم اختلافي الفكري معاه، لأن أنا برفض فكرة أن يقام حزب زي ما قلنا من شوية على أساس ديني. ولكن أتمنى من المصريين مخيون وبرهامي وكل هذا الفصيل المحترم أن ينبذ فكرة الطائفية الآن، وأن نعمل على بناء هذا الوطن. وهو بالفعل دستور محترم، وبالفعل دستور يحافظ على هوية مصر الأفريقية والإسلامية، رغم أن فكرة الدين أنا مش بعتبرها هوية. يعني دايما الناس بتقول لك مصر هوية، الديانة عقيدة. يعني أنا بس عايز ضبط مصطلحات. ما تقول هوية يعني عرقك إيه؟ عرقك قبطي يعني مصري من كابتاح يعني بيت، اللي جاي منها كلمة ايجيبت وجاي منها كلمة قبطي. كابتاح يعني بيت الروح، منزل الروح. فالقبطي هو المصري. فنحن الهوية التي يتحلى بها كل مصري هي الهوية قبطيا، مش الديانة. القبطية مش ديانة،
بصححها. كنت لسه هقول لحضرتك كلها الملايين لسه يعني كلنا عرفنا الحكايه دي خلاص، ما بقاش في حد بيتلخبط فيها. اصل انا بقولها ليه؟ لاني فوجئت امبارح كنت بهني بقول كل سنه والاقباط مصر مسلمين ومسيحيين بخير. قام واحد قال لي يعني ايه اقباط مصر قبط يعني ايجيبتو؟ لا قبط يعني مسيحي، ازاي تقولي مسلمين ومسيحيين؟ هي في اللغه. وبعدين يجي انا خبير في السياسه، هو الشخص ده بيقول لك انا بدرس في السياسه، بدرس علوم سياسيه وانت مش عارف يعني ايه قبطي. فالقبطيه هويه يعني عرق، زي كده العرق الامازيغي، زي العرق السوداني، زي وات ايفر. نحن اقباط. معنى كده ان ده فات على لجنه الصياغه في الدستور يعني ما كتبوش ان هم دايما مصر الهويه، مصر دوله ان هي اسلاميه يعني الاسلام عقيده يعني عقد بيني وبين الله، ولكن الهويه انت مصري فرعوني قبطي افريقي صح، عربي الان يعني بعد الفتح العربي اخذت حتى عربي، فانت مزيج. بالعكس انت كمصري انت ثري بجماعه هويات كثيره جدا جدا. تدين بايه؟ يدين معظم سكان مصر بالاسلام، ويدين قسم اخر بالمسيحيه، وبعضهم بهائيين، وفي امازيغ دي طبعا هويه مش حاجه مش دين يعني. في يهود، في كذا، في شيعه، في سنه، في كذا، في تعدد دين. مصر بلد لها تعدد ديني، ولكنها هويتها الهويه القبطيه الفرعونيه القبطيه العربيه الافريقيه. طيب خلينا نروح لحوار حول خارطة الطريق بنتابعه من جريدة المصري اليوم. شباب الثورة يطالبون بالانتخابات الرئاسية أولا. التقى عدد والحركات الاحتجاجية وشباب جبهة الإنقاذ بالمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت. وقال عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية إن أعضاء التكتل طالبوا بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا. وقال صفوت عمران الأمين العام لتكتل القوى الثورية أنه يفضل إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة أو الفردي كاملا دون اللجوء لنظام المختلط اللي بيربك الناخبين والمرشحين. وأبدى عمرو درويش المتحدث باسم تيار المستقبل ترحيبه بدعوة الرئاسة للحوار، وأشار لأنه طرح إجراء انتخابات الرئاسة أولا وتغيير الحكومة وإجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط. حكمة أي من الرأيين، خاصة وأنه البعض بيقول أن الدستور وضع بعض العراقيل التي من ربما يعني تجعل من الصعب إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، وأيضا أنه الإعلان الدستوري اللي أصدره رئيس لخارطة الطريق يعني لم ينص على أنه الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية. طبعا هي هتترك دي لأولي الشأن، يعني أنا مش حينما أقول رأيي فأنا هقول رأي اجتهادي، لأنني لست خبيرا أو فقيها دستوريا ولست خبيرة سياسية إلى آخره، فهي تترك لأولي الأمر ممن يعلمون أكثر منا المطبخ السياسي وكيف يعتمل. ولكن أنا من منظوري الخاص أرى أن الانتخابات الرئاسية قد تضبط الأمور أكثر الآن، خاصة أن الدستور مقلص جدا ويقلص جدا من صلاحيات رئيس الدولة، بما يضمن لنا أن الهرتلة اللي فاتت الفترة اللي فاتت دي وما فعله مرسي كان بيفكرنا بمحمد صبحي في شعبي أنا لقيته أغسله وأكويه، أنا لقيته الأول. هذا الهزل اللي حصل السنة اللي فاتت، وكان يرى أنه فوق القانون وجمع السلطات في يده التنفيذية والتشريعيه، وكاد ان يسطو ايضا على القضائيه لولا ان حماها الله. فجمع السلطات في يده هذه الامور التي يعني اتاها مرسي كانت اقرب الى الهزل، اقرب الى الكرتون. فضبط الدستور الجديد 2013 هذه الامور وقلص من تلك الصلاحيات بما يعني يضمن لنا الى حد ما صوره اوتلاين كده لرئيس عاقل محترم على الاقل يضبطه القانون ان لم يضبط نفسه. حضرتك تقدر تقول لنا المزاج العام يعني ربما يتجه الى اي من ما اقدرش اشوف، يعني ما اقدرش اعرف نبض الشارع ايه، لكن يعني انا مياله لان يكون في انتخابات رئاسيه الاول، لكن لا افرض رايي لهذه الامور. طبعا هي هتترك للشعب، ممكن يستفتى عليها الشعب كمان، ليه لا؟ خلينا ندخل في الحراك الديمقراطي صح، ونستفتي. في سويسرا بيستفتوا الشعب على شجره تطلع هنا على مطب صناعي، تلاقي عند بيتك ورقه في الصندوق البريد نعمل مطب هنا ولا لا؟
المدرسه دي لون روز ولا لا، نقطع الشجره دي لو سمحت ولا لا، نعمل يعني كل حاجه بيستفتوا فيها الشعب. احنا نتمنى يبقى في دايما ده موجود، بس حضرتك عارفه طبعا صعوبه الاجراءات اللي بتتخذها سواء من ترتيبات وتامينات واحصاءات. امال كان احمد نظيف بيقول لنا المدينه الذكيه والقريه الذكيه والمصر الذكيه والحكومه الذكيه، الحاجات دي كلها خلاص بتحصل ديجيتال، الحاجات دي كلها يعني المفروض نشغل شويه الامكانيات اللي عندنا. احنا بس معطلين. انا قلت من يومين في برنامج بيتنا الكبير في القناه الاولى، نحن نحتاج عصبه، وده عنوان المقال القادم في المصري اليوم، نحتاج عصبه من المجانين. انت محتاجه رئيس مجنون بالمعنى الابداعي الخلاق، اوت اوف ذا بوكس، خارج صندوق. محتاج حكومه مجنونه مش حكومه ركنه يعني عرف. وقلت ان يمكن الحاكم الوحيد اللي جالنا مجنون محمد علي. مجنون، كان مجنون رسمي، يعني عمل جيش من ولا حاجه، بعت ناس لفرنسا وجاب ناس من فرنسا. لم دلوقتي بشكر يعني بنتهز هذا المنبر الشريف واشكر الفريق السيسي على هذه الخطوه المجنونه التي صنعها مع اطفال الشوارع، ودي فكرتنا. محمد علي عمل كده، محمد علي لقى ان 300,000 طفل شوارع مشردين في الشارع، راح لممهم، جاب لهم مدرسين من فرنسا يعلموهم حرف نجاره وحداده وخزف ومش عارفه ايه تطريز وكده، البنات وولاد. لم الولاد دول وحولهم لطاقات منتجه، نجارين وكبار وصنايعيه بقى هاند ميد محترمين جدا. فعمل حاجتين في نفس الوقت، اللي عملها دلوقتي فريق السيسي عمل حاجتين في نفس الوقت، منع مجرم يعني ماينس مجرم بلس فاعل، يعني منع ان شخص ما كان المفروض يطلع مجرم او بلطجي او عاطل او حرامي او متسول او كذا، شطب عليه وخلق بداله حد عامل ايديه تتلف في حرير زي ما بيقولوا على الصنايعي. الفريق السيسي عمل كده دلوقتي، طلب يعمل حصر لاطفال الشوارع عشان يدخلهم فنيه عسكريه، فمنع لك. هيبقى شوف طفل الشوارع ده، طفل الشوارع دي كارثه قنبله. الطفل الشوارع يتناسلون، اطفال نفسهم بيتناسلوا من بعض فينتجون اطفالا جدد، ولذلك يعني ده برضو من ارث مبارك المترهل جدا، ان هو استلم مصر فيها فقراء، فالفقراء ازدادوا عددا وازدادوا فقرا وزاد اطفال الشوارع جدا، بقت كارثه حقيقيه. كل اللي انت بتشوفيهم خارجين عن القانون وكذا، ما هم كانوا اطفال شوارع وهم صغيرين، والطفل الشوارع بتاع النهارده هيبقى خارج على القانون بعد ده. فانت بتحولي خارج عن القانون الى مدافع عن البلد في الفنيه العسكريه. انا يعني بجد كل احترامي لفريق السيسي انه عمل كده، ودي هو ده الجنون الابداعي اللي انا بتمناه يعني. ان شاء الله نتمنى يعني ان تلقى هذه الخطوه النجاح باذن الله. نروح بقى اليوم السابع، خبر عن تنظيم الاخوان المتهم بالتخابر. النائب العام يطلب من الانتربول القبض على 17 اخواني من التنظيم الدولي متهمين بالتخابر، ودفاع الاخوان يقول انه لم نطلع على اوراق احاله قيادات الجماعه للجنايات في القضيه. وكلف النائب العام وزاره الداخليه بوضع اسماء المتهمين ال17 محالين الى محكمه امن الدوله العليا على قوائم الترقب والوصول، واختار جميع المطارات. وقرار النائب العام في الحالة بيشمل الرئيس السابق مرسي و36 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم، ويواجهون تهم ارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد. طبعا هو مش الخبر ده اللي غريب، الغريب إن احنا كان من أول يوم من ساعة ما تسجيل الجزيرة، قناة الجزيرة مع مرسي الهارب وقتها يعني من وادي نطرون، كان واضح جدا ان هذا الشخص عنده جهاز ثريا وقت كل فاكره كل موبايلاتنا احنا واقفه وكل الشبكات واقفه وكل ده وهو بيتخابر. اذا هو مجهز تقنيا وتكنولوجيا بادوات تخابر. فمن اول يوم هذا الشخص عليه علامه استفهام، ازاي الناس انتخبوه؟ هو ده السؤال، مش السؤال دلوقتي ده خبر لا يدهشني، ده خبر يعني معلومه كانت بس معروفه لينا بس اعلنت بس في الجرايد، اتبروزت في الجرايد. فطبعا هم يتخابرون، وهو تنظيم دولي، تنظيم سري، تنظيم يعمل ضد صالح مصر ويعمل ضد هو عايز يعمل سايكس بيكو جديده بقى بس خاصه بيه، تقسيم المنطقه، تقسيم المنطقه بس طبعا للفكر الاخواني يعني. فانا لا يدهشني هذا الخبر، ويعني ننتظر القضاء العادل في
يحكم حكمه يعني. خبر أخير ختام من الأخبار عن فوز دكتورة منى مينا بمنصب أمين عام نقابة الأطباء كأول طبيبة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس مجلس النقابة قبل 60 عام. أعلن مجلس النقابة أيضا فوز دكتور أسامة عبد الحي بمنصب وكيل النقابة ودكتور خالد سمير بمنصب أمين الصندوق. وأعلن المجلس في أول اجتماع له بعد التجديد النصفي عن تولي دكتور أحمد حسين مقرر للجنة الإغاثة الإنسانية ودكتور أحمد شوشة مقرر للجنة الشكاوى والشؤون القانونية. بقراءة هذا الخبر دي النتيجة النهائية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، ودي الانتخابات اللي بتجرى كل عامين. كان بيتنافس فيها طبعا حضرتك زي ما انت عارفة تيار الاستقلال، يعني في منافسة على 11 مقعد من بين 12 مقعد. حصل فيها تنظيم الإخوان على مقعد وحيد. مقعد وحيد الحقيقة كان لقناة الجزيرة يمكن رأي تاني خالص في تقييمها لهذه المسألة، واللي شافت أنه الإخوان سوف يفوزون بنتيجة كاسحة. ويمكن الدكتور محمد بشر يعني القيادي البارز في تنظيم الإخوان بعد النتيجة قال أنه هذه النتيجة بالنسبة لهم نتيجة مرضية جدا طبعا. فخلينا حضرتك نتابع الجزيرة كما رأت يعني هذه الانتخابات وكما قرأت هذه النتيجة. بعدها نعود لنأخذ تعليق الكاتبة الصحفية فاطمة نعود. على الفقرة الكوميدية دي زي ما حضرتك تابعتي يعني انه اطباء من اجل مصر حصدت اغلب المقاعد اذا لم تكن كل المقاعد في اغلب المحافظات زي ما حضرتك شفتي. والنتيجه النهائيه لانتخابات التجديد النصفي هي 11 مقعد لتيار الاستقلال مقابل مقعد واحد وحيد لاطباء من اجل مصر المفترض ان هو الاخواني. ما انا بقول لك دي فقره كوميديه جميله حلو الناس تبتهج بيها على الصبح، يعني ان هم يشوفوا قد ايه الاكاذيب حتى في الكذب. يعني الكذب المحترفي الكذب زي قناه الجزيره دي محترفه، المفروض بقى تبقى بروفيشنال، هي بروفيشنال في الكذب، المفروض ما تقعش الوعاد دي اتالفت كذبه صح يعني. فبتقول لك يعني في محافظات خدوا كل المقاعد وحصل بالفعل ان كله يعني الواحد يقول ايه، بس انا بس بقول لهم من هنا يعني ان القاع امتلأ، وياخدوا بالهم بقى لانهم يعني انتهوا اعلاميا بكل هذه الاكاذيب الصارخه اللي عملوها. وكل تحيتي وكل احترامي وكل تقديري لنقابه الاطباء الاذكياء، ومن قبلهم المحامين ومن قبلهم الصحفيين ومن قبلهم اتحاد الكتاب ومن قبلهم اتحاد الطلبه، كل هذه النقابات التي اثبتت ان انتمائها لمصر وليس لفصيل ارهابي وفاشي الى اخره. وبتمنى بقى نقابتنا نقابه المهندسين يعني التي محتله من سنوات طوال جدا، من عقود طوال، ان تحذو حذو نقابه الاطباء ان شاء الله، ونتخلص من الاحتلال الاخواني الجاثم على يعني صدرها ويملأها فسادا ويملأها بكل يعني الترهلات الممكنه في نقابه المهندسين. بتمنى ان احنا قريب جدا افخر، بقول انا خريجه هندسه عين شمس بفخر، انا معايا كارنيه نقابه المهندسين بفخر، حينما ان شاء الله تتحرر نقابه المهندسين ايضا. طب حضرتك اسمح لنا بس نتوقف مع اتصال هاتفي للتعرف بقى على اجواء الانتخابات وكواليسها. العمل الجاد. شكرا لحضرتك دكتور احمد شوشة عضو النقابه العامه للاطباء عن منطقه شرق الدلتا والحاصل على اعلى الاصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابه الاطباء. كما اشكرك ايضا استاذه فاطمه نعود الكاتبه الصحفيه. شكرا لحضرتك، شرفتينا ونورتينا في هذه الفقره من صباح الخير يا مصر. مشاهدينا احنا لسه مكملين، ارجوكم خليكم معنا.